السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة، قبل اي حاجة يا ريت كله يخش يشترك في القناة ويعمل لايك ويفعل زر الجرس ليوصل لكم كل جديد. النهاردة يا جماعة حبيت اشارك معاكم الزلابية انا بعملها ازاي بطريقتي الخاصة، وان شاء الله المرة الجاية هنزل لكم في صندوق الوصف انا بعملها ازاي وبتتكون من ايه وايه هي المكونات بتاعتها. الزلابية يا جماعة انا من عشاق الزلابية، بعشقها جدا وبحب ان انا اعملها بايدي. جميلة جدا جدا جدا. بالعجينة طبعا، زي الطعمية، بمعلقة كده زي الطعمية، احلى من القمع بتاعها واحلى من اي حاجة. يعني المعلقة سهلة جدا جدا جدا، مش صعبة. بننزلها في الزيت طبعا اول مرة لغاية ما بتنفش كده. قبل ما بتاخد لون طبعا بنطلعها بنحطها على تري. تمام. بص يا جماعة، الله اكبر عليها، حاجة كده جميلة جميلة جدا جدا، احلى من بتاعة المحلات بره. وان شاء الله المرة الجاية هقول لكم على المكونات بتاعتها، وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. جميلة جميلة جدا جدا. بص يا جماعة، اول ما الخمير بتاعها بتنفش في الزيت بتبقى ماسكة نفسها ازاي، وتقعد تقلب فيها كده علشان خاطر ما تبقاش مثلا، ما يبقاش جنب مستوي وجنب ني. تمام. وده طبعا العسل بتاعنا. بص يا جماعة، لازم تقلب كده، تاخدها كده فوق وتحت كده ومن الجناب علشان خاطر تستوي كلها كده داير ما يدور. تمام كده. بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة حاجة كده فوق الخيال، يعني جميلة جدا جدا. وهنزل لكم المقادير بتاعتها ان شاء الله المرة الجاية. ان شاء الله لما اجي اعملها هنزل لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، وكله يخش يعملها. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وكل عام وانتم بخير اجمعين، وكل سنة وانتم طيبين اخواتي وحبايبي. بص يا جماعة، بص هنا بقى بدأت تاخد لون ازاي. هنبدأ بقى نطلعها في العسل. حاجة كده جميلة جميلة جميلة. وعايز اقول لكم نظام المعلقة بصراحة احلى من القمع اللي هو بتاع المحلات بيستخدموه. بص يا جماعة عاملة ازاي، مدورة وجميلة وشكلها حلو، وعلى قد البق يعني، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. جميلة جدا. انا بصراحة بعملها لولادي في البيت على طول، يعني بعملها لهم بايديا. بص يا جماعة، هنبدأ بقى نحطها في الزيت يعني بتقعد حوالي مثلا نص دقيقة مثلا في العسل. بتقعد حوالي نص دقيقة بالظبط، علشان خاطر مثلا الناس اللي عندها السكر، الناس اللي بتشتكي من المسكر، يعني بحيث ان هي ما تبقاش مسكرة قوي يعني. بنقعد نقلب فيها كده مثلا، ونسيبها مثلا لمدة نص دقيقة، بعد كده بنطلعها تاني. بص يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فوق الخيال، جميلة جميلة وطعمها تحفة. وزي ما قلت لكم ان شاء الله المقادير بتاعتها هنزلها لكم المرة الجاية ان شاء الله في صندوق الوصف. يا ريت بس انا محتاج منكم بس تشتركوا في قناتي بس، وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك وتعليق، وقولوا لي رأيكم ايه في المحتوى بتاعي اللي انا بقدمه. بصوا يا جماعة بتاخد لون ازاي في الزيت، لازم نقعد نقلب فيها كده. بنقلب، ايوه ايوه، بص بنقلب ازاي فيها عشان خاطر تاخد في اللون بتاعها، يبقى هي كلها لون واحد. لازم نقعد نقلب كده عشان ما يبقاش جنب احمر وجنب ابيض مثلا. ايوه بص يا جماعة لونها بدأ يحمر ازاي، بدأت تستوي ازاي كلها. بسم الله ما شاء الله، جربوها يا جماعة، جميلة جدا جدا، واحلى وانضف واطعم من بتاعة المحلات بصراحة.
هنبدأ بقى نحطها في العسل بعد ما خدت اللون بتاعها. هي ما بتبقاش يعني، هي بتبقى يعني لونها في المعقول، يعني ما بتبقاش عاملة قوي حمرا قوي مثلا. بصوا يا جماعة، الله اكبر عليها، جميلة جدا وطعم خيالي، طعم ملوش حل، احلى وانضف من المحلات. بنسيبها يدوب في العسل، بنسيبها اقل يعني نص دقيقة بالظبط في العسل كده، بنقعد نقلب فيها، بعد كده بنطلعها بنصفيها بالصفاية من العسل، وجاهزة للاكل. بصوا يا جماعة بتاخد لون ازاي، الله اكبر عليها، جميلة جدا جدا، حاجة كده فوق الخيال بصراحة. يا رب تكون عجبتكم، بس اهم حاجة وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وكومنت بقى على الفيديو اللي عجبكم ده. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بصوا جميلة جدا جدا جدا، ولونها على فكرة انا اللي ماسك المقصوصة وانا اللي بعملها. وقولوا لي رأيكم ايه بقى، يعني انفع ولا لأ؟ بصوا يا جماعة بنقعد نقلب فيها كده نص دقيقة بالظبط مثلا، اقل حاجة في العسل، وبنطلعها بحيث ان هي ما تبقاش مسكرة قوي. بسم الله ما شاء الله، بص العجينة بتنفش ازاي مرة واحدة، جميلة جدا جدا. بحط طبعا الكمية اللي انا عايزها، لان انا اصلا ببقى مطلعها من البداية بتبقى واخدة نص سوا. بصوا بتبدأ تحمر ازاي، ركز كده في الفيديو هتلاقيها بتبدأ تحمر، تبدأ تستوي. بصوا بتاخد لون ازاي يا جماعة، ولازم نقعد نقلب فيها كده زي ما بقلب كده، عشان خاطر ما يبقاش جنب مستوي وجنب ني. لازم نقعد نقلب فيها كده داير ما يدور كده رايح جاي، بحيث ان هي تبقى كلها لون واحد ومستوية من كله، تبقى مستوية داير ما يدور. بصوا يا جماعة احمرت ازاي كلها، الله اكبر عليها، حاجة جميلة جميلة جدا جدا وسهلة الاكل. بنصفيها طبعا من الزيت ونحطها في العسل، تمام. وزي ما قلنا بتبقى بنسيبها نص دقيقة بالظبط، او ممكن اقل من نص دقيقة كمان، لان هي سهلة بتشرب العسل بسرعة، يعني على حسب مقداركم انتوا يعني. جميلة جميلة جدا جدا جدا، وانصحكم تجربوها، وان شاء الله المرة الجاية هنزل لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف ان شاء الله لما اجي اعملها، وهنزل لكم كل حاجة، وجربوها هتعجبكم جامد قوي، هتعجبكم وطعمها جميل 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 وتحفة بصراحة. بصوا يا جماعة بقت عاملة ازاي بعد ما خلصت، حاجة كده طعمها جميل، وبالهنا والشفا، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وحلوة جدا جدا في رمضان للأطفال الصغيرين وللكبار برضو، الله أكبر عليها، حاجة كده فوق الخيال ما تتوصفش يعني. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو.